تحت شعار بفلسفة المرأة والحياة الحرية سنضمن الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. ومع تحياتنا وتقديرنا لكافة النساء المشاركات والحاضرات في هذا الكونفرنس، فإننا نحيي الرفيقات اللواتي نظمن الكونفرنس وتم اختيار هذا الشعار المعبر حقيقة عن العنوان والمضمون، لأن نساء المنطقة والشرق الأوسط فعلا قد حصلن على الحرية واتخاذ القرار بأنفسهن بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، والذي عمل وناضل وما زال من أجلنا نحن النساء في ظل ما تعانيه المرأة من ظلم وقهر وإجحاف في منطقة الشرق الأوسط والعالم عموما من الأنظمة الرأسمالية والدول ذات الحكم السلطوي والمجتمعات الذكورية. لقد شكلت فلسفة القائد منعطفا هاما وضروريا في حركة التاريخ الحديث من أجل تحرر المرأة وامتلاكها زمام المبادرة وقدرتها على إدارة مجتمعاتها وفق فلسفة المرأة الحياة الحرية. وهنا فمن البديهي أن نعمل جميعا ونناضل نحن النساء في الشرق الأوسط والعالم من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان الذي ناضل من أجل حريتنا لكي نكون الرائدات وصاحبات القرار في مجتمعاتنا رغم كل القيود التي كانت تكبل إرادتنا وتمنع تحررنا وانعتاقنا من أسوار الجهل والتخلف والذهنية الذكورية. علينا أيتها الرفيقات أن نجعل من هذا الكونفرنس انطلاقة لنا من أجل رفع سوية نضالنا وبذل أقصى جهودنا لكي نحطم أسوار العزة الجسدية في إمرالي، والتي يحاول من خلالها النظام القمعي لأردوغان ومن سبقوه أن يفرضوها على القائد عبد الله أوجلان بعد أن فشلوا فشلا ذريعا في أن يمنعوا فكره وفلسفته وقيادته من أن تكون منارة لكل التواقين للحرية من نساء ورجال وشابات وشباب نحو شمس الحرية والديمقراطية، تلك الشمس الساطعة التي مزقت دياجر الظلام وحطمت أسوار العبودية التي تحاول الأنظمة القمعية والذهنيات الذكورية أن تتمرس خلفها. ليكن هذا الكونفرنس وبمشاركتنا معا منطلقا عمليا لنحقق مضمون الشعار الذي يرفعه هذا الكونفرنس وليكون عنوانا لمسيرة نضالنا منذ الآن. شكرا لكم. رفيقات، بس المداخلات دقيقتين لأن في عندنا مداخلات عبر الزوم كمان. هذول هند. هند العلي، الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمقاطعة طنقة. بعد التحية للقائد وصديق المرأة الحرة، أود أن أبدأ كلامي بتقديم التحية للقائد عبد الله أوجلان. هذا القائد الذي لم شمل كافة القوميات بدون تمييز وإقصاء بطليعة المرأة، ووضع برنامجا لتطور وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، ومنذ السير وفق نهج وفلسفة الأمة الديمقراطية المستوحاة من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، هي بدء حياة جديدة سرنا وعشنا بها كنساء ضمن شمال وشرق سوريا، وهي انطلاقة جديدة لكافة الشعوب من كافة المكونات في المنطقة، هي عكس ما كانت الشعوب والمكونات بسوريا عامة، حيث قبل انتهاج هذا الفكر أو العمل أو تطبيق منهج وفلسفة القائد، كانت سوريا عامة تسير أو تعيش
هي جغرافيا عربية ودولة عربية، وأن المكونات أو المكون العربي دخل في غفلة عن إقصاء المكونات الأخرى وإقصاء مكونه، حيث دفع الضريبة الكبرى أيضا من خلال أكثر من 4 عقود من الزمن في وجود نظام الدولة القومية وبوجود الحزب الواحد والسياسة القمعية الموجهة ضد الشعوب والمكونات بالجغرافيا السورية. كان يجب علي أن أبدأ بتقديم نقدي الذاتي كعضوة ضمن حركة المرأة بشمال شرق سوريا، لتقصيرنا بتقديم الفعاليات والأنشطة، وأيضا تقصيرنا في إيصال الفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، حيث كما ذكرنا زميلاتي في الديوان مهما قمنا من فعاليات ونشاطات نحن مقصرات، حيث ما قدمه القائد عبد الله أوجلان للنساء حول العالم وليس فقط محصورا في جغرافيا واحدة، يتطلب منا كنساء نلنا الحرية بجغرافيا مفتوح لها كافة البرامج التدريبية الفكرية السياسية، رغم كافة التحديات التي تواجهنا كنساء وكشعوب في شمال وشرق سوريا من الدول الإقليمية، وعلى رأسها دولة الاحتلال التركي، وأيضا الدول التي تدعي أنها دول ضامنة كروسيا، وأيضا من استمرار الحرب الخاصة والممنهجة ضد الشعوب والنساء في شمال وشرق سوريا، استمرار الضغط من خلال الخلايا وأيضا من خلال حزب البعث العربي الاشتراكي ونظام السلطة في دمشق. أقترح إلى جانب كل الفعاليات التي نقوم بها وأيضا الانضمام إلى الحملات الإعلامية المستمرة، جانب قراءة المجلدات وإيصال من خلال العلاقات الدبلوماسية بالنساء المناضلات والنساء الراغبات في التطلع في تطبيق مشروعنا الديمقراطي في الشرق الأوسط. وحسب ما ورد بتقرير الفعاليات، هنالك كان عدة من الملتقيات والفعاليات والمؤتمرات حتى في جنوب أفريقيا وبعض المناطق الأخرى، إيصال البروشورات المتعلقة بإيصال الفكر القائد عبد الله أوجلان، حتى نصل إلى أيضا خلق أكاديميات وإيجاد أكاديميات تدريبية في مختلف الجغرافيا بالشرق الأوسط. تكثيف فعالياتنا هي واجب وليست لا تكون كمقترح أو خطة عمل، هي واجب علينا كنساء بشمال وشرق سوريا بالدرجة الأولى، وأيضا من خلال تواصل مع النساء في الشرق الأوسط والعالم لتنظيم الفعاليات وتكثيفها حول العالم في تواريخ محددة. علينا كنساء أن نصل أن يكون هنالك تاريخ معين نساء من مختلف أنحاء العالم أو على الأقل من 74 مركزا إلى جانب نساء شمال وشرق سوريا، تكون فعالية كبرى عالمية على مشاركة واسعة مطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان بفك العزلة وكسر العزلة التي بفضل فكره وفلسفته أصبحنا نحن أيضا رقما صعبا ومعادلة صعبة. لم نستطيع الاحتلال التركي والأنظمة الرأسمالية كسر هذه الإرادة التي هي بطليعة المرأة. وشكرا ودمتن بخير. شكرا. في عندنا مداخلة عبر الزوم. جاهزة رفاق؟ كاميرا. رفيقة روناك مجيد، منظمة المرأة التحريرية الكردستانية.
راح تكون معنا عبر الزوم. كرمكه سپاسدانەکەم هەرچەندە متوانی بە عەرەبی بەڵام حەزم کرد بە کوردی سۆرانی لەگەڵتانە موضوع بوونم هەبێ ئێستا کە لەم کۆنفرانسەیە زۆر خۆشحاڵم کە دعوەتی باشووری کوردستانتان کردووە بۆی ئامادە بین لەم کۆنفرانسەی بەڕێستانە. سڵاو ڕێزم بۆ هەموو ئەندامانی کۆنفرانس یەک بە یەک دەستخۆشی لە باڵێن ئەنجامدەرانی ئەم کۆنفرانسە. هەڵبەتە لە کاتێکی وەکو ئێستادا کە 25 ساڵچێ ئەپەڕێ بەسەر زیندانیکردنی ڕێبەری گەلان و ڕێبەر ئۆجەلان، ئەمە هەر ئەم کۆنفرانسە دەرخەری ئەوەیە کە ڕێبەر ئۆجەلان ڕێبەری گەلانە، چونکە هیچ فەلسەفەیەکی تر یاخود هیچ بیرۆبۆچوونێکی تر ناتوانێت ئەو هەموو گەلانە بەیەکەوە بێت، یاخود ئەو هەموو با بڵێن لە نەتەوەکان، لە ئاینەکان، لە ئاینزاکان هەمویان لە کۆنفرانسێکی ئاوادا، لە جێگایەکی ئاوادا وەکو باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا کە لە شوێنێک وەکو ناوچە عەرەبنشینەکان کە کۆنفرانسێک لەم جۆرە ئەنجام بدرێت، چونکە گرنگی با بڵێن فکری ڕێبەر ئۆجەلان، هزری ڕێبەر ئۆجەلان ئەوەیە کە پێکەوە ژیان، ئاشتی و ئارامی لە هەموو ناوچەکاندا. بۆیە ڕێبەر ئۆجەلان هەموو کاتێک تووشی یعنی بەردەوامی یاخود لە ئەو کۆمپلۆی کە لەسەر یاخود ئەو گەلەکۆمەی کە لەسەر ڕێبەر ئۆجەلان ئەنجامدرا، هۆکارەکەی ئەو فکر و فەلسەفەیە، هۆکارەکەی ئەو بیرروبۆچوونەیە، بە تایبەتی بیرروبۆچوونی ئازادی ژنە و تەجریدکردن لەسەر یاخود گۆشەگیرکردنی بەردەوامی سەر ڕێبەر ئۆجەلان هەموو هۆکارەکەی ئاشتی و ئارامی یاخود بەرقەراربوونی ئاشتی و ئارامی لە چوارچێوەی نەتەوەیەکی دیموکراتیکدا، ئەمە هەمووی هەروەها با بڵێن ئازادی ژن، ئازادی فکری و هزری ژنان و ئامادەبوونیان لە کارە سیاسیە هاوبەشەکانە لە هەموو جنگەکانی با بڵێن بەڕێوەبردندا بوونیان هەبێن، نەک وەکو ڕووکەشێک یاخود تەنها وەکو ژنێک کە بەشدارە بێت لە جێگایەک نابە پێچەوانەوەکو هاوسەنگێک لە هەموو ئەو جنگانەی بەڕێوەبردندا لە هەموو جێگایەکە. هەڵبەتە من ئەمەوێت لێرەدا هەندێک جەخت بکەمەوە سەر هەم چالاکیەکانی باشووری کوردستانش و هەم ئەو هۆکاری گۆشەگیری لەسەر ڕێبەر ئۆجەلان و ئەوەی کە لە ئێستا لە باشووری کوردستاندا ئەنجامەدرێت. هەڵبەتە ئێمە هەمومان ئەزانین و هەموو بەڕێزانش ئەزانن کە هێرشەکانی دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا بۆ سەر ڕۆژئاوا باشووری کوردستان، چونکە دوو با بڵێن هیچ کاتێک دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا بە سەرپەرشتی ئێستای ئەردۆغان و ئاکەبە مەهەپە هیچ کاتێک چاویان بەوە هەڵاسێت کە ستاتوویەکی کوردی لە هەر جێگایەک بێت. هەرچەندە بەداخەوە ئەڵێنی ئەو ستاتوویەکی ئێستا لە باشووری کوردستانە هەیە بە ڕێبەرایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان ئێستا بۆتە دادەستی دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا، بۆتە جاشێکی داگیرکەری تورکیا، بۆتە ڕێبەرێک بۆ ئەوەی ئازادی خوازان و با بڵێن ئەو دەبگێرە ئازادیە با بڵێن بەردەوام هێرش بکرێتە سەری بۆ لەناوبردنی. بەڵام هەڵبەتە ئێمە هەمومان ئەزانین وەکو گەلی باشووری کوردستان هیچ کاتێک لەگەڵ ئەوەیان نەبووە کە یەک شەڕی براکوژی ببێت و بەرامبەر بە تەبگەری ئازادی، چونکە تەبگەری ئازادی تەبگەرێکە بۆ هەر پارچەی کورد، هەر چوار پارچەی کوردستان، بۆ هەموو مرۆڤایەتیشە. هەڵبەتە حەزم کرد جەخت لەسەر شتێک بچووک بکەمەوە. تاکو ساڵانی نەوەتەکان، سەرەتای نەوەتەکان، هەڵبەتە لەبەر ئەوەی ئاشکرا نەبوونی فکری ڕێبەر ئۆجەلان لە باشووری کوردستاندا زۆری ئەو خەڵکە یاخود با بڵێن لە سەدا 95 خەڵکی باشووری کوردستان کە نەمان ئەزانی کە کورد لە چوار پارچەی کوردستانە یاخود شۆڕشەکانی تر لە پەرچەکانی ترابوونیان هەبووە، بەڵام بە فکری ڕێبەر ئۆجەلان بە جەختکردنەوەی سەر ڕێبەر ئۆجەلان کە یەکەم لە یەکەم دانیشتیە کە ئەڵێ کوردستاندا گیرکراوە، هەڵبەتە تەنها مەبەستی باکووری کوردستان نەبووە، بەڵکو مەبەستی هەموو کوردستان بووە. بۆیە ئەو فکرە لەگەڵ بڵاوبوونەوەی ئەو فکرە وای کردەوە کە باشووری کوردستانیش ئاشنا بێ بە کۆمەڵێک لە با بڵێن بە ئاشنا بێ بە
بە پارچەکانی تری کوردستان و بەو شۆڕشانەی کە لە پارچەکانی تری کوردستانە ئەنجامەدرێت. بۆیە زیاتر سێرەکەی گۆشەگیریەکان لەسەر ڕێبەر ئۆجەران ڕۆژ لە ڕۆژ زیاتر ئەبێتەوە. وایە زانین لە دەستگیرکردنی ڕێبەر ئۆجەراندا کە ئەو حرەکەتە یاخود گەلی کورد لەناو ئەچێ، بەڵام بە بەرخودانی ڕێبەر ئۆجەران هەر چوار پارچەی کوردستان یاخود لەگەڵ دەستگیرکردنی ڕێبەر ئۆجەرانە سێرکردە هەر چوار پارچەی کوردستانە دژی دەستگیرکردنی ڕێبەر ئۆجەران کە لە تەمەنی 7 ساڵ تا 70 ساڵ خۆیاندایە بە کۆمەڵێک چالاکی جۆرا و جۆر تەنانەت لە باشووری کوردستانیشە کۆمەڵێک چالاکی ئەنجامرا، چی لە ڕێپێوان و چی لە بڵاوکردنەوەی بڵاوکراوەکان و چی لە تەنانەت پێشمەرگەیەکی زەحمەت کێشانە لەو کاتەیە کە هیچ لەوانەیە باڵێ لە فکر و فەلسەفە ڕێبەر ئۆجەرانشی نەزانی بێ، بەڵام کە ئەبینێ قائیدێک یاخود سەرۆکێک یاخود ڕێبەرێکی کورد لە زیندان ئەکرێ بەگەلە کۆمەیەکی نێودەوڵەتی ئاگرە جەستەی خۆی بەرئەدە. ئەمانە هەموو وای کردووە کە ڕێبەر ئۆجەران فکری ڕێبەر ئۆجەران کە هەر چوار پارچەی کوردستان بەیەکەوە ببەستێت، تەنانەت ئەو شەڕانەی کە داعش تەمان بە ڕێبەرایەتی دەوڵەتی تورکیا کە دروستکەری داعشە کە ئەو تەبدێرە ئازادیەک هەر چوار پارچەی کوردستان و لە بەتایبەتی لە ناوچەدا بڕێنراوەکان یاخود لە ناوچە کێشە بۆ دروستکراوەکان لە کەرکووک و شەنگال و تاک و ئەگاتە خانەقین بەشداری کراوە. تەوان ئەمە هەموو ئەو فکر و فەلسەفەیە بۆیە ئەبینە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ تەجرید و گۆشەگیری لەسەر ڕێبەر ئۆجەرانە بەرەو زیادبوونەوە و ئەو هێرشانی کە لەسەر باشووری کوردستان هەیە و ئەو هێرشانی کە ئەکرێتە سەر چیاکانی باشووری کوردستان و کە لەناو شارەکانی باشووری کوردستانە کە هەواڵان و ئازادی خوازان ئەکرێنە ئامانج، هەموو ترس و دۆقینی ئەو عقلێتە کۆنەپەرستەی دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا و سیستەمە سەرمایەدارە جیهانیەکان، چونکە ژن ئازاد دەبێت لە فکر و فەلسەفەی ڕێبەر ئۆجەران، نەبووە ئەوانیش ئەو ترسیان لەوە هەیە کە کاتێک ژن ئازاد بێت هەموو کۆمەڵگە ئازاد بێت. بە تایبەتی باشووری کوردستان شێمە ئەزای باشووری کوردستان بارودۆخێکی زۆر جیاوازی هەیە لە هەموو ناوچەکانی تریشە. بۆیە ئەوەی لە باشووری کوردستانشە کۆمەڵێک چالاکی ئێمە ڕخنەدایمی خۆشمان دەدەین، چونکە نەمانتوانەوە چالاکیەکان بگاتە ئەو ئاستەی کە ڕێبەر ئۆجەران جەستەی ڕێبەر ئۆجەران ئازاد بکرێت، بەڵام چالاکیەکانش بەردەوامی هەیە لە دروستکردنی خوێندنەوەی کتێبە لە ڕێپێواندا لە کۆمەڵێک لەمانگرتندا کۆمەڵێک چالاکی یەک لە دوای یەک کە ئێستاکەش لە ڕۆژانیدا هاتووشە بەردەوامی هەیە ئەو چالاکیانە. بۆیە جارێکی تر سوپاسدانەکەین، زۆر خۆشحاڵ بووم کە لەگەڵتانە ئامادە بووم، هیوادارم بتوانم شتێکم گەیان بێت لە باشووری کوردستان. ئەمژی سپاسیات دەکەین ji بۆ تەبلیغنەوە ساعتەوە خۆش بێت. نشكر سيدة روناق مجيد منظمة المرأة التحررية الكردستانية للمداخلة عبر الزوم. نرجع لفتح باب النقاش. كانت رافعة إيدا رفيقة جلال الحمزاوي. يعطيكم العافية. بالبداية الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية لقائد الأمة والإنسانية القائد أبو. طبعا إن المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد للاعتقال التعسفي أو حجزه أو نفيه. أيضا المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الاحتجاز التعسفي. وبما أن الاعتقال السياسي يمثل انتهاكا كبيرا لحقوق الإنسان بحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن لدى الحكومات دوافع قوية لنفي الصفة السياسية عن المفكرين، كما تفعل تركيا حاليا بحق القائد آبو. واليوم بفكر وفلسفة القائد وصلنا إلى مجتمع يرتكز على الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.
علينا نحن الذين آمنا بهذا الفكر أن نناول كل محاولات تركيا ضد القائد وضد شعوبنا الحرة. علينا أن نفعل كل ما بوسعنا بثقافتنا بإدارتنا بقواتنا للوصول إلى الحرية الجسدية لقائد الأمة ورسول الإنسانية القائد آبو. طبعا كل ما تفعله تركيا من انتهاكات بحق القائد هو دليل على ضعفها، لأنها تعي أن القائد تحول إلى منارة في وسط إمراري. أخيرا كل ممارسات تركيا هي دليل على ديكتاتوريتها واستبدادها، ودليل قوي على أنها دولة قومية بحتة وتدعي الديمقراطية ادعاء كاذبا. شكرا جزيلا لكم. شكرا. المايك لعند الزميلة بس بعد إذنك. الزميلة بالأخير. إيهان بس تفرق لي. يلا بس خلص. سميرة حبش ناطقة مجلس تجمع نساء زنوبيا في مقاطعة الطبقة. أولا بداية تحية إلى القائد الإنسانية، قائد الحرية، المفكر الأممي القائد عبد الله أوجلان. فكر القائد عبد الله أوجلان قد جاب العالم أجمع وليس